بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقادير السماوات والأرض له، والحمد لله مفاتيح الغيب والرزق له، يرزق من يشاء برحمته وفضله، ويكفر من يشاء بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الثقلين من عرب ومن عجل. وبعد، عباد الله، قد سبق أن بينا لكم شيئا من الأسباب المؤدية إلى كثرة المال والرزق في الدنيا في الخطبة الماضية، والبقية أولها صلة الرحم. نعم، صلة الرحم، وذوي الرحم هم الأقارب، وهم كل من بينك وبينهم نسب من جهة الولادة، سواء كان ذلك من طريق الأب أو الأم. وصلة الرحم معناه تقديم الإحسان، تقديم الإحسان بكل أنواعه، حسية ومعنوية. وذوي الرحم صغارا كانوا أو كبارا، نساء أو رجالا، في بلدك أو بعيدون عنك. روى البخاري في صحيحه في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن يوسع له في أثره فليصل رحمه. لعلك أخي المسلم تستغرب إذا وجدت بعض المسلمين فتح الله لهم أبوابا من الرزق وهم قليل النشاط وضعيف الخبرة قياسا بغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال الكثيرة. وإذا فتشت عن هذه وجدته يصل رحمه. بل لا تستغرب أخي الحديث إذا أخبرتك بأن بعض العصاة والفساق والفجرة قد تنمو أموالهم بسبب صلة الرحم. اسمع لما رواه ابن حبان بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة، أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة له من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا توفروا. ومن الأسباب فتح أبواب الرزق، من أسباب فتح أبواب الرزق الإنفاق في سبيل الله. فمتى ما أنفقت من مالك يا عبد الله كان ذلك سببا لكثرته. وهذه قاعدة في باب الرزق: كلما أخرجت زاد المال ونمى، لا كما يظن الماديون أنه ينقص إذا أخرجت زكاته أو تصدق. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أنفقتم من شيء مما أمركم الله به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبديل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. ولذا لما أمر الله عز وجل بالإنفاق في سبيل الله قال بعد ذلك: الشيء
والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ابن القيم إن وعد الشيطان لابن آدم الصبر ليس شفقة عليه وليس نصيحة له، وأما الله عز وجل فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا وإما في الآخرة. روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطوا منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطوا ممسكا تلفا. أخرجه البخاري عن أبي هريرة. فالعناية بالضعفاء والمحتاجين من أعظم أسباب الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بعضنا يتصور نفسه من المنفقين، لكن عندما يصبح من الملايين، وهذا خطأ فاضح، لأن كلا يمكنه أن ينفق بحسب وضعه وإمكانياته. فقد تكون النيرة الواحدة التي تنفقها بصدق وإخلاص جاذبة لك رزقا لا ينقطع. فإذا منعها الإنسان حجز عن نفسه رزقه. يقول الرسول لبلال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذا العرش إقلالا. أخرجه البيهقي. ومن الأسباب الشرعية لكسب الرزق في الدنيا التعبد الحق لله عز وجل، وذلك أن تعبد الله بقلب فارغ عما سواه، لا تعبد ربك وأنت تفكر في غيره. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. حديث صحيح. ولا يعني هذا ترك كسب الرزق، فيصير العبد عالة على الناس، يتكفف على الناس، يتكفف على غيره، بل ذلك بأن يفرغ العبد قلبه أثناء العبادة عما سواه. واستغفروا ربكم يغفر لكم. الحمد لله الذي أفقر وأغنى ومنع وأعطى، وصلاة وسلاما على المصطفى خير من أنفق وهدى وخير من أعطى فصلى. وبعد، ومن أسباب زيادة الرزق في الدنيا المتابعة بين الحج والعمرة. فقم بزيارة البيت الحرام كلما سنحت لك فرصة، سواء كان ذلك لحج أو لعمرة. وهذا أمر قد لا يتفطن له كثيرون، أنهم إذا ذهبوا إلى الحج والعمرة كان سببا بإذن الله في زيادة الرزق والمال. والله على كل شيء قدير وفضله واسع وعليم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. وفي رواية: أديروا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. ومن الأسباب أيضا
الهجرة في سبيل الله. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومعنى مراغما أي سببا لإرغام أنف أعداء الله. وكم من رجال هاجروا فأرادوا أعداء الله تبارك وتعالى، فيحصل هذا مع السعة، وهو السعة بالرزق كما فسرها حبر الأمة عبد الله بن عباس. ومن الأسباب التوكل على الله حق التوكل، وذلك بأن يعتمد القلب على الله، فتظهر أيها العبد عزمك واعتمادك على خالقك. روى الإمام أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن الأسباب أن تنفق على المسلم من مالك على طلبة العلم الشرعي. نعم، على طلبة العلم الشرعي، وهذا دار مع كل أثر غفل عنه الكثيرون، وخاصة أثرياء نيجيريون، فتراه ينفق على فقير محتاج، لكن إذا دعي لمشروع دعوي أو مشروع علمي من أجل طلب علم شرعي أو حلقات تحفيظ القرآن الذي هو أعظم العلم، تراه يحجم ويتقاعد ويتقاهر ولا يشارك، ويقول بأن سد حاجة الفقير أولى، وهذا خطأ. خذ هذا المال. الإنفاق على الجهاد في سبيل الله يكون في كثير من الأحيان أعظم من إطعام الفقير، لأن الفقير لا يموت جوعا. أما الجهاد والعلم إذا عطل في الأمة كما هو الآن فإن الأمة كلها قد تنكب ويصيبها الذل والهوان. وليس باب العلم الشرعي بأقل من باب الجهاد، لأن ذلك جهاد بالسيف والسنان، وهذا جهاد بالقلم والبيان. والأمة محتاجة للأمرين معا. روى الترمذي عن أنس قال: كان إخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشارح: يأتي لطلب العلم، والآخر يحترق، يعني إنه صنعة ينظر إليها. فشكى المحترق أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى: لعلك ترزق به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المتفرغين لطلب العلم الشرعي داخلون في قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أيها المسلمون، لا شك أن الرزق في الدنيا والسعي فيها أمر يحرص عليه كل مسلم بلا استثناء. ولا شك أيضا بأن العاقل من سلك هذه الأسباب الشرعية التي مر ذكرها. وخير من ذلك كله أن ترتفع همة الصبر عند العبد فينظر ببصيرته إلى نعيم الآخرة، نعيم لا ينفد، إلى تلك الدار التي لا يلحقها فناء ولا يكدر صبرها موت أو مرض. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يوم رسولي wannan cikin huduba ce ta satin da ya gabata game da dalilan da ke sa Allah ya ba mutum arziki a duniya. Yan uwa musulmi, babu ko shakka daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya ba mutum arziki akwai sadar da zumunta. Kwarai kuwa sadar da zumunta, yan uwanka makusantanka waɗanda kuke da dangantaka da su ta haihuwa, ta hanyar mahaifi ko ta hanyar mahaifiya.
ma'anar ba da mutu da zumunta a kowa ya sani gabatar mutu da duk abin da yake da alkhairi kai kana so a yi maka to kai musu ba kuma ta suna yi ba domin ba su ci ba ne a kana yi ne don Allah ya karba kuma ya baka lada kuma ya baka abin da ake ba masu yin haka ne ko suna kusa da kai ko suna nesa da kai ka fara musu da zumunta mun da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a sahih Bukhari duk mutumin da yake jin daɗin a ce an shimfiɗa masa arzikinsa kuma a jinkirta masa rayuwarsa ya yi ƙarko a duniya to ya sadar da zamantarsa me yi wa da yi mamaki ɗan uwan musulmi idan ka ga wasu mutane da dama Allah ya buɗe masu ƙofofin arziki kamar su suka wa su alhalin kuma su ba su ma kai ko ina ba a wajen yi ba na duniyar balle na lahira sannan bare wasu kaɗanci ba wayewa gida ne in ka aura su da wasu masu kuɗi duba amma kuma Allah ya ba su dukiya idan ka bincika al'amarin su sai ka gabata ta ta ci game da ɗan uwansu duk abin da ya shafi ɗan uwan suna da gidan mutum suna sa da zuciya kar kai mamaki ɗan uwa na masoyi idan na baka labarin cewa ya yawa da cikin masu sako sai shahara a sabon Allah ba su kai ne biya kun mutane amma dukiyarsu na ta yaro ta dalilin sada zumunta ka ji abin da ibn Hibban ya rawaito da sanadi mai kyau cewa manzon Allah ya ce babu wani zunubi wanda ya fi kamata Allah ya ganganta hukuma da gabatar da narko da shi kamar yanke zumunta a duniya tare da kuma abin da Allah ya tana da mu yanke zumunta din da malaki a lafiya sannan sai hayanci sai kariya mafi kaukantuwan lada kuma ga ayyuka shi ne ce sadar da zumunta manzo Allah ya ce akan samu mutanen wani gida su zama fajirai da su jairai amma dukiyoyin su ta yaro adadin su ta yawa idan har suna da zumunci yana daga cikin dalilai na baka arziki a nan duniya ciyarwa a duk hanyar da aka ce wannan hanya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala duk sun da ka ciyar bawan Allah to shi ma Allah zai baka ka'ida ce babba a wajen samun arziki la'ani ne da samun arziki shi ne badawa duk sai da ka bayar da dukiya to sai kuma Allah ya kawo mata in ka jinta hannu to wata ba za ta shiga ba amma in ka buɗe ka bayar to sai da ka buɗe ka bayar kan ka jinta hannu wata ta shigo da ikon Allah sabanin abinda waɗanda duniya kaɗai suka sa gaba suke tunani ainihin suna badawa suna zaka dukiyar za ta tawo Allah ya ce duk abin da kuka ciyar ko ne ne shi zai bai mai samun kushi shi zai ba ku kwakwakwunsa domin shi ga kowa iya badawa ibn qayyim al-jawziya yake cewa ku ga yadda Allah ya faɗi cewa shaytan yana maku alƙawarin talauci yana umarta ku da albasha Allah kuwa yana maku alƙawarin falala da kuma rahama daga wajensa kuma Allah mai wacin baiwa ne sai ibn qayyim ya ce ku duba shaytan alƙawarin kullun da yake maka yana ba alƙawarin zaka tsiyace zaka lallace zaka rasa amma shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana mana nasiha da cewa zaka samu amma fa idan ka bada abin da ya bayar manzo Allah yake cewa a hadisin Abi Hurairah kai dan adam ka ciyar ni ma sai in ciyar da kai manzo Allah yake cewa babu wata rana da za ta wuce a duniya ba sai mala'iku biyu sun sauko a maka Allah ya aiko su ne kowa aikin sa ɗayan aikin sai ce ya Allah in mai badawa ka bashi makwakwan abin da ya bada ɗayan kuma aikin sai ce ya Allah in mai makarewa ka bashi asara zubo mai asara da gariyar hannu addu'a suke da kawo san addu'o'i malaiku abun karba ne manzo Allah yake cewa kai wai ku ba ku san ba a ce ku ba a ba ku arziki ba sai dan talakawo sai dan wannan masu rauni albarkacin ka za ka dangare yakan sha ruwan kasko ba ku sani haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kan Bilal yace kai Bilal ka ciyar kanka da tsoron talauci daga al'arashi ya isa ya baka shi ne Allah idan an ce Bilal ya ciyar amma dan duk duniya ta san Bilal talaka ne amma aka ce ya bada Allah ne ba shi ina ce da kai talaka ka ce ai ban da shi ban da abin da zan bayar yana daga cikin dalili na samun arziki bautar Allah ka tabuka ya zama zuciyar da in tana bautar Allah da gaske da yi ba da wasa ba
Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisi manzo Allah ya ce Allah madaukaki yana cewa kai dan adam ka zama idan kana ibada da ni kadai kake yi ba da kowa ba in kai haka zan cika kirjinka da wadata kuma zan toshe duk wata kafa da talauci ke zuwa maka in ko ka ji haka to zan cika hannunka da aiki ta ko'ina kullum ba ka rasa aiki kai ta wahala ba shi ba gani amma kuma ba zan toshe ba ko ban talauci hadisi ne ingantacce wannan ba yana nufin ka daina yawan kuɗi kullum kana ibada kana masallaci ba a'a yana nufin idan ba ka ibada ba abin da ka sani sai ita idan kuma kana neman kuɗin to shi fa kake yi yana daga cikin dalili na samun arziki yin hajji da umra lokaci bayan lokaci in Allah ya baka yi abun mamaki da dama daga cikin mutane suna ganin wannan baya kawo arziki kai wasu ba suna zargin mutumin da Allah ya baki arziki yana biya da kansa ya tafi ya je ya umra ko ya hajji lokaci bayan lokaci suna zargin sa da cewa wannan kudin da ba da wani in bai kyauta wannan hannu kuma da ba amma dai ba zuwa hajji da umra akai shine laifin ba a rashin kyautar ne laifin wannan bangaren sarawa amma in kana da wadata duk shekara ka tafi in kana da dama duk shekara ka tafi umra duk wata uku ka tafi umra yana ƙaro arzikin ba lalata arziki yake ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama imamu ahmad da tirmidhi da nasa'i sun ruwaito shi manzo Allah ya ce ku bibi hajji da umra a wajen ruwa ya ce ku dawamar da yin hajji da umra ko da yaushe kuna yin wata mura yace domin su hajji da umra din nan suna korar da talauci da kuma zunubi daga mutum kamar yadda ka san zuga tana korar da duk wani datti da ke tattare da karfi idan ya kore babu sauran datti a kansa aka kuma suke korar datti daga zinari da azurfa yana da cikin dalilai na arziki yan uwa musulmi hijira don Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka kaurace wa wurin kudi saboda Allah ko da gidan baya kace ka da wani tantirin mawaki kullum zai sa maka kiɗa ya addane ka yana fata maka iyali ka ce to zan tashi saboda Allah da nemi wani gida saboda ina son zunubi a kullum sakamakon da gidan ne yake shi ko wannan take yi yana daga cikin abin da Allah ke baka a arziki a kansa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani da duk wanda yake jira domin Allah ya tafi kowa wuri Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi yalwa da arziki zai samu kwakwaron abin da ya bari sannan yana daga cikin dalilai dogara da Allah hakikalin dogara mutum ya zama zuciyarsa ta dogara da Allah babu mai azurtawa sai Allah babu mai talautawa sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Tirmidhi inda rabu dogara da Allah hakikalin dogararsa da Allah ya ba ku arziki irin arzikin tsuntsu kullum zai waye gari cikin shi da yunwa kuma bai aje ko baya ba amma da yamma cikin sa ya cika fal saboda ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin dalili har yau ciyar da dukiya a harkokin da suka shafi ilimi ɗaukar nauyin ɗaliban ilimi a wajen harkar da ta shafi ilimi wanda wannan ba yana cikin bangaren da mutane da dama suka yi shafi latin bangaro da shi tunanin su ciyarwa da talaka kaɗai ya rika ciyarwa da a sun manta da ɗaliban ilimi ɗalibai nawa ne ilimin yana gare su sakamakon talauci ya san mutumin da talauci ya sa da ya kasa samun mai karatu sakamakon babansa ya rasu ga shi da kwakwalwa ya zata wa mutane jarabawa har a jami'o'i sun fi mutum 10 kuma suna ci amma shi har yanzu ne da kwani na sakandarin da ya samu saboda tsawon talauci ya yi gidi ta masa kai ya ga inda wasu sun dauki rawainiyarsa sun biya mata a jami'a amma ya kasa yana cikin jami'a zai yi zada wani saboda wancan tangaro da ya samu na farko ya masa tasiri mu iya tuna a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane guda biyu cikin sahabban manzo Allah ɗayan yana zuwa kullum wajen manzo Allah yana ɗibar karatu ɗayan kuma kullum yana kasuwa wannan ɗan uwan ɗaya ke idan ya dawo wajen wannan sai ya bashi karatu shi kuma wancan zai bashi abin da ya samu a kasuwa bakin wato ranar da zai zuwa kasuwa sai ya gaji ya ga cewa shi zai zama bawan wannan ya kullum sai dai ya bashi shi wannan zai je ne goyi sai dai kai karar wajen manzo Allah manzo Allah wannan ya zama shi ba kwance kullum sai dai yin bashi shi baya bani yana da yana zuwa karatu manzo Allah yake a sha baka sani ba kila da shi ake baka arzikin ma dan shi kake samu albarkacin kaza
kadan gare kan shawo kasu saboda ga yan uwa musulmi kun muna da mara arziki da gaske waɗannan dalilai ne waɗanda sun kusa goma sun ka haɗa da na hudu ba wancan karan da wannan to mu rike su sannan mu tabbatar da cewa babu ko shakka tun da dai muna kaunar arziki daga Allah waɗannan dalilai suke ba da arziki daga Allah babu ko shakka idan ka waɗannan dalilai za ka samu arziki in ka ji wani baka samu gari wani in ka haɗa duka in Allah ya so ya yarda arziki za ka same shi na duniyar nan da kuma da lafiya ga baki ɗaya domin baka samu arziki ta hanyar dalili ba balle har ka rasa lafiya karshe ka tabbatar da cewa babban arziki shine na lafiya in ka nema ba ta hanyar da ya ba to a duniyar ba za ka ji daɗin arzikin ba manzo Allah yana yawan addu'a yana cewa ya Allah babu arziki sai arzikin lafiya duk wani arziki na duniya an ba na lafiya na banza ne اللهم ارزقنا واهدنا اللهم لا تجعلنا من الذين يأتيهم المال من كل مكان ولا يبالون اللهم نسألك يا الله أن تغننا بفضلك عن حرام وتحسنا بفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ما قسمته من رزق فأجله إلينا اللهم ما قسمته لنا من رزق فأجله إلينا وما قدرته علينا من فضل أو شقاوة أو نجد فاجعلنا صابرين في ذلك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم